راهم مغاربه ولا راهم خليجيين؟ فهمونا بارك الله فيكم. واش هاد النوع السيارات اللي راهم يركبوا قولوا لي بارك الله فيكم، واش الامور هذه شوفها في الجزائر؟ شو مغاربه واش يركبوا؟ شو حلوا فيها هذه؟ شوف انا بوصبع، انا بوصبع ما راهاش بلاد تاع بترول وما راهاش بلاد تاع الغاز. شوفوا واش يركبوا. علاه؟ فرقعوا لي خوتي الفيديو هذا باللايك. حقيقة تقال والله ما تشوفوا هذا النوع السيارات اللي ركبوها مغاربة. كلشي نوفو، كلشي جديد. واحد السؤال خوتي العزاز حيرني بزاف. هنا في المغرب رغم انه ماشي بلاد البترول وماشي بلاد تاع الغاز، ولكن يا خويا راك تشوف النوع الحديد اللي راه يركبوه مغاربة، يا خوتي راسك يحبس. كأنهم خليجيين، كأنهم قطريين، والله العظيم الإخوان. يعني كيف يعقل أنه في الجزائر اللي يا سيدي ما شاء الله نقولوا بلاد الخير وبلاد الغاز وبلاد البترول، مازال يركبوا لك في واحد النوع تاع السيارات لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شوفوا شوفوا فهموني بارك الله فيكم. شوفوا الشاحنة تاع الأزبال، شوف كيف راها. شوف درك فهمونا واش المغرب هو بلاد تاع الغاز ولا العكس. فهمونا ربي يحفظكم. والله هذه ملاحظة خوتي العزاز. ما تشوفوش حاجة يعني قديمة، ولا يعني راك تشوف آخر يعني في السيارات هذه. يعني راك تشوف 2019 2018 شوف كأنهم خليجيين. راك فهمونا. انا حاجه اللي فهمت خوتي العزاز وانه المملكه المغربيه تنوع في الاقتصاد، منفتحه على العالم الكل، يعني عكس الكبرانات. شوف خوتي، شوف يعني عكس الخطه تاع الكبرانات. يعني الخطه تاع الكبرانات، قولوا لي واش راني على المنطق، واش كلامي على صواب، واش كلامي راني نزيد فيه؟ بارك الله فيكم. ونتمنى من كل خوتي الجزائريين ما يزعفوش مني، ولكن هذه حقيقة تقال أنه المغرب منفتح على العالم، استفد من العالم.